فأهلا بيكم في متحف لينت هنا في زيورخ سويسرا، أكبر متحف شوكولاتة في العالم، في كمان أكبر نافورة شوكولاتة في العالم، وكمان أكبر محل شوكولاتة في العالم. فتعالوا ناخد جولة بقى ونستكشف المتحف مع بعض ونشوف هل هناكل بقى شوكولاتة زي ما احنا عايزين ولا لا. ندخل هنا عندنا الريسبشن، وهناك في كافيه بتاعت لينت، ودي أكبر نافورة شوكولاتة في العالم، فيها تقريبا 1400 كيلو شوكولاتة، يعني هي نازل منها شوكولاتة حقيقية دلوقتي. يلا بينا على المتحف. طيب اول ما بندخل هنا في زي تاريخ عن الكاكاو نفسه والشوكولاته وعن شركه لينت، زي قصه تاريخيه. نخلص حواديت التاريخ ونيجي لاهم مكان بقى، ضوء الشوكولاته. ده الحاجه اللي الواحد جاي عشانها الصراحه، ياكل شوكولاته بقى براحته بقى. هنا عندنا معالق بلاستيك، يفتح كده وياخد بقى ايه الشوكولاته السخنه. جربنا الدارك شوكليت، الوايت شوكليت، نجرب الشوكولاته العاديه بقى. طيب نخلص قسم الشوكولاته السايحه، نيجي هنا بقى عند ايه، اعتقد قطع الشوكولاته رايح تيجي تتقطع هنا تحت بالشكل ده، كله اوتوماتيكي. كوفي، هازل نوت، سينامون، هي دي الاطعمه اللي موجوده هنا. وهنا الواحد ممكن ياخد من كل طعم واحده، حتى مكتوب هنا enjoy one Lindor truffle of each flavor. والواحد الوايت شوكليت، الطعم التالت. طب ما يعني خلوهم كرمة شوية بدل ما يدونا واحدة، يعني من كل 5 كده 10، يعني بحبحوها شوية علينا يا جماعة، بس حلو جميل. معانا طعم تاني اهو، جوز الهند، طعم الفراولة، سولتد كراميل، ليندور دبل شوكليت، و 70% كاكاو اخيرا. دي اخر حاجة. هي دي الاطعمة اللي متوفرة هنا في المتحف بس. وكده خرجنا، هو ده المتحف بس. يعني كنت فاكر ان هيبقى اكبر من كده شوية، يعني هو بتدوق الشوكولاتة سايحة وبعد كده الشوكولاتة البلوكات العادية، بتاخد من كل طعم واحدة بس كده. فاحتمال بقى نكمل الجولة هنا في الكافيه او نشتري شوكولاتة برضو تبع ليند. وفي هنا برضو حاجات بتحكي عن صناعة الشوكولاتة بتاعت ليند وكده. هو بصراحة متحف مميز جدا، يعني مفيش غيره، ما شفتش غيره بصراحة، وما شفتش زيه في العالم، فشغل عالي يعني. بس كمية الشوكولاتة كنت متوقع كميات أكبر من كده الصراحة، يعني مفكرين في كل حاجة نشوفها، من يعني بيشوفوا التاريخ وبيشوفوا التطور وبيشوفوا كمان صناعة الشوكولاتة الحالية. تعالوا نشوف بقى المفاجأة اللي هتجيلنا. عاملين حركة حلوة أوي هنا في آخر الجولة في المتحف، تعمل سكان للكود بتاعك وشوف بقى الكورة دي تنزل، وهي كأنها يعني بتتفرج على الكورة وهي نازلة. تيجي لك الكورة كده، تاخدها وتمسكها تفتحها، وفي الآخر تنزل لك الشوكولاتة بقى ايه المفاجأة اللي انت هتاخدها. اوه شفتوا؟